فضيلة الشيخ، هناك من يقول أن الإنكار على الولاة علنا من منهج السلف، ويستشهد بحديث أبي سعيد الخدري في إنكاره على مروان بن الحكم حينما قدم الخطبة على الصلاة، وبقوله عليه الصلاة والسلام فيما معناه بأنه سيكون هناك ولاة ظلمة فمن نابذهم فقد سلم أو بري، وحديث سيد الشهداء رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فهل هذا كلام صحيح؟ وكيف الجمع بين هذه الآثار الصحيحة وبين قوله عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده فلينصحه سرا ولا يبده علانية؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة، حيث أن كثير من شباب الصحوة يجهل الحكم الصحيح في هذه المسألة، وبخاصة أن هناك من الدعاة من يقول إن الإنكار على الولاة علنا من منهج السلف، مما يجعل الشباب يثور ويظن أن عدم الإنكار علنا دليل على المداهنة في الدين وغير ذلك. ولما لهذه المسألة من خطورة نرجو التفصيل، وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال مهم وجوابه أهم منه في الواقع. فإذا رأينا أن الإنكار علنا يزول به المنكر ويحصل به الخير فلننكر علنا، وإذا رأينا أن الإنكار علنا لا يزول به الشر، أقول إذا رأينا أن الإنكار علنا يزول به الشر ويحصل به الخير فالحكمة أن ننكر علنا، وإذا رأينا أن الإنكار علنا لا يزول به الشر ولا يحصل به الخير بل يزداد ضغط الولاة على المنكرين وأهل الخير فإن الخير أن ننكر سرا. وبهذا تجتمع الأدلة، فتكون الأدلة الدالة على أن الإنكار يكون علنا فيما إذا كنا نتوقع فيه المصلحة، وهو حصول الخير وزوال الشر، والنصوص الدالة على أن الإنكار يكون سرا فيما إذا كان إعلان الإنكار يزداد به الشر ولا يحصل به الخير. فإذا أعلن النكير على ولاة الأمور استغله من يكره وجعل من الحبة قبة وثارت الفتنة، وما ضر الناس إلا مثل هذا الأمر. الخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جيش الشام، ولما تصالح معهم مع جيش الشام حقنا لدماء المسلمين صاروا ضده وقالوا أنت كافر، كفروا علي بن أبي طالب والعياذ بالله. ليش؟ لأنه رعاع الناس وغوغاء الناس لا يمكن ضبطهم أبدا، وإعلان النكير على ولاة الأمور يستغله هؤلاء الغوغائيين أو هؤلاء الغوغائيون ليصلوا إلى مآرب. والشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أو أيس أن يعبد، يعني الشيطان في جزيرة العرب، ولكنه رضي بالتحريش بينهم، بين ساكني الجزيرة، حرش بينهم حتى تؤدي المسائل إلى القتل، ويلاقي الإنسان أخاه في الإسلام أو ربما أخاه في النسب أو ابن عمه أو صهره ويقتله على أي شيء، لا على شيء. فالحاصل أننا نقول يجب على شباب الصحوة أن ينظروا إلى النصوص من جميع الجوانب، وأن لا يقيموا على شيء حتى ينظروا ما عاقبته. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فاجعل هذا ميزان لك في كل أقوالك وكذلك في كل أفعالك، والله موفق. فضيلة الشيخ، إذا سمح ولي الأمر أن ينتقده الناس علنا وأن يحاسبوه علنا، وربما يفتخر ولي الأمر نفسه بذلك تطبيقا للحرية الديمقراطية، السؤال: هل يجوز لنا استعمال هذه الوسائل ولو كانت غير شرعية بحجة أن ولي الأمر سمح بها أم لا؟ الذي أرى أن لا نفعل أن سماح ولي الأمر بذلك جرد أظهر التحريض أمام الدول الغربية الشاسعة، لأنه مثل هذا الطريق ليس معروفا في سلف الأمة أبدا.
أما إنكار المعاصي الظاهرة ما يدخل في التحريم إذا لم يوجه الإنكار إلى المسؤول، يعني بأن يقول كثرت فينا مثلا كذا، كثر الربا، كثر المجون، كثرت المعازف، ويحذر الشعب من هذا، ما في شيء، ولا يقال إن هذا من باب التحريض على ولاة الأمور. أما لو قال فلان فتح الباب على مصراعيه في كذا وفي كذا وفي كذا، هذا تحريض. نعم.